عرض سمر سلام اتبنى له بناء كويس جدا لحد دلوقتي في الليله الاولى والليله الثانيه من سمر سلام، وهو اكبر عرض في الصيف. وتعالوا نتوقع مباراه الليله الاولى والليله الثانيه من سمر سلام، وهل الروك هيظهر ولا لا، وهل سيس رولينز اصابته هتطلع حقيقيه ولا فيك. فتعالوا بينا يلا نخش على الفيديو. تعالوا نبدا بالمباراه البضينه دي اللي هي مش معتبرها مباراه اساسا، مباراه راندي اورتن وجيل رول ضد لوجان بول ودرو ماكنتاير. مباراه اللي اتبنى لها بدايه بضين، هي اصلا مباراه بضينه، لكن المؤسف فيها ان انت ما تعرفش مين اللي هيكسب فعلا يعني بصراحه. لكن يعني اظن بما ان راندي اورتن كسب في ساتردي نايت مين ايفنت، فاظن ان درو ماكنتاير لازم يكسب في عرض سمر سلام. اي نعم مع لوجان بول وبتاع، طبعا لوجان بول ودرو ماكنتاير اجمد يعني من راندي اورتن وجيل رول. ده جيل رول ده نشوف اي حاجه منه بس وخلاص. فالمفروض اللي يحصل ان درو ماكنتاير هو اللي يكسب عشان يعوض خسارته في ساتردي نايت مين ايفنت العرض البضيء ابن البضينه ده. تمام. فبس كده خلصنا المباراه دي. اصلا المباراه مش محتاجه اصلا ولا لها سيناريوهات ولا لها زيف. بعدها بقى تعالوا نشوف مباراة سامي زين وكارون كروس، مباراة اللي مبني لها بقى لها فترة كبيرة جدا، والعداوة بينهم كانت في الأول حلوة لكنها اتبضينت بعدها بشوية شوية كده لحد ما الناس زهقت منها. يعني الأحداث اللي بتدور ما بين كارون كروس وسامي زين إن كارون كروس عاوز سامي زين يظهر حقيقته والهيل والكلام ده كله، لكن سامي زين مصر على الجدعنة والشرف اللي متعلمه من كود رز طبعا. فيعني فك يعني والله العظيم. هي بصراحة المباراة نفسها حلوة جدا والاتنين هيقدموا مباراة كويسة جدا، والمفروض بعد ما سامي زين كسب كارون كروس المباراة اللي فاتت ما بينهم، فالمفروض ان كارون كروس هو اللي يكسب عشان نشوف سامي زين بقى يتحول لشخصية هيل، او لو مش عاوزينه يتحول لشخصية هيل وعاوزين يدفنوا كارون كروس فالمفروض يكسبوا سامي زين طبيعي. بس بجد يا عم بخ لازما كارون كروس هو اللي يكسب. الواد ده هيتدفن كده حرفيا، الواد ده حرام يتدفن حرفيا. شفت منه حاجة كويسة لكن انت اللي عملت تستعبطوا منه في السيناريوهات، لكن الواد ده كويس جدا على المايك وعلى اداء الشخصيه بتاعته كده كويسه جدا، بتفكرني بلحظه شويه من بري وايت. فبس ده يعني اللي المفروض يحصل في المباراه دي، والمفروض ان كارين كروس هو اللي يكسب، لان لو سامي زين كسب فانت كده بتدفن شخصيه كارين كروس، بتبدن العداوه اكتر واكتر. عاوز تخلي سامي زين في الشخصيه المحبوبه الباضنه بنت الباضنه اللي بيموت فيها دي كل مره، عاوز تبدن علينا احنا شخصيا كجمهور. فانت لو عاوز تقدم عرض كويس لازم سامي زين يخسر في المباراه دي. بعدها بقى نروح على مباراة التاك تيم اللي مش عارف يعني بجد ايه ده مباراة تاك تيم، ايه ده مش صدق نفسي والله العظيم. ازاي يعني ايه ده حطيتها؟ انت سمعت كلامي صح؟ انت اكيد بتسمع فيديوهات وشفت ان انا عاوز مباراة تاك تيم في عروض شهرية. لا بخ بالطبع، مش صدق نفسي بصراحة. مباراة سمر اسلام وتاك تيم وعلى رقاب التاك تيم. ايه بخ انت كنت فين يا عم؟ ايه الحمد لله على السلامة. تقريبا المباراة دي في الليلة الاولى من سمر اسلام، لان الليلة الاولى ناقصها مباراة بس لسه مش متأكدة يعني، بس هنشوف. المباراة دي فيها فراكسيوم والدي اي واي والموتور سيتي والوايت سيتي ستريب بروف واندرادي وري فينيكس. يعني كله يا باشا كله موجود. اعتقد ان الاسبب ان اللي يكسب في المباراه دي هو الوايت 6، لان الوايت 6 محتاجين دفعه كويسه، المفروض يقعدوا فتره حلوه كده مع الالقاب، هم لسه كسبانها ما بقالهمش كتير يعني، فالمفروض هيكملوا المباراه دي، لكن هم مستني منهم مباراه جامده جدا في العرض يعني، واتوقع منهم مباراه عظيمه اصلا. يعني انت متخيل كل دول اللي هيلعبوا بكل دول اصلا ملوك اداء اصلا. بعدها بقى نخش على مباراة رومان رينز وجي اوسو ضد برون بريكر وبرونسون ريد. المباراة اصلا محدش حاببها والناس كلها كارهين الفكرة اساسا. كان المفروض رومان رينز وبرون بريكر، لكن هم حبوا يحافظوا على رومان رينز وبرون بريكر اللي هو تاني، لكن مفيش عرض اكبر من دي تحط في المباراة دي اصلا، لكن هم اللي نزلوا عاوزين يحافظون على دي، مش عاوزين يعدوا على دي ولا عاوزين يعدوا على دي، مش عاوزين يأثروا واحد من الاثنين دول يعني، فقام حاطط لك جي اوسو وبرونسون ريد. فانا اقول لك اللي ما ينفعش يتعدى عليهم في المباراة دي هو رومان رينز وبرون بريكر طبعا، وبرونسون ريد عشان برونسون ريد لسه بتبنى. اللي ينفع يتعدى عليه هو جي اوسو، غير كده اللي هيتعدى عليه هيبقى يعني حاجه بنت 60 70 يعني. فبرونسون ريد كويس قوي ان هو يتعدى عليه هو وجي اوس، يتعدى على دي يتعدى على دي، انا مش فارق معايا مين اللي يكسب في المباراه دي بصراحه يعني، دي يكسب دي يكسب انا مش فارقه معايا. كده كده سيس مش راجع وسيس متصاب ومباراه تسليكيه عشان سيس اتصاب والخطط باظت، فمش مهم. ممكن بقى نشوف عضو جديد هنا عضو جديد هنا، ماليش دعوه ما تفرقش معايا دلوقتي خلاص. لكن انا هتوقع يعني ان برونسون ريد هو اللي يتعدى عليه لان هم عاوزين اللي بيحبوا ليه بعدها مباراة جونتار وسيمباك. المفروض المباراة دي تكون موجودة في الحدث الرئيسي، لأن لو مباراة رومان اللي موجودة في الحدث الرئيسي يبقى كده يعني حاجة زي الزفت، اللي هو بيفكر بحاجة تانية من غير عقله، المايند ما بيفكرش. لأن المباراة دي لازم تكون مباراة حدث رئيسي لأنها مباراة على لقب ومباراة مهمة يعني، دي اللي عليها حماس أصلا. الواحد مش متأكد 100% مين اللي هيكسب في الاثنين دول. حصل ما بينهم بناء جامد جدا في الأسابيع اللي فاتت، فقرة راحت لبانك وفقرة راحت لجونتار. وهل بقى سيس رولينز هيرجع في المباراة دي ولا لا؟ لو سيس رولينز متصاب
متصاب بجد فمستحيل ان هو يرجع في المباراه دي. لو سيس رولينز مش متصاب بجد وطلع ان كل ده سيناريو وهم حاطينه علينا الكلام ده كله، فسيس هيرجع وهيعملوا لقطه حلوه وهتكون لقطه حلوه علينا بصراحه ان هم غفلونا التغفيله دي. لكن انا اتوقع ان سيس رولينز متصاب بجد، المباراه هتمشي عادي ومحدش هيتدخل فيها وهتنتهي في الاخر بفوز سي ام بانك او جونتر. فانا اقول لك دلوقتي صراحه المباراه صعبه والتوقع صعب، كل واحد فيهم احتمالته كبيره جدا ان هو يكون معاه اللقب، لكن انا احساسي بيقول لي ان سي ام بانك مش هياخد اللقب بسبب تدخل حاد، بس ازاي انا ما اعرفش. لكن انا هتوقع جونتر بتدخل حاد، بس مين ما اعرفش، لان مستحيل انها تمشي كده، يعني المباراه ما تحسش انها تمشي كده، في حاجه هتحصل. فعشان كده انا هتوقع ان جونتر هو اللي يكسب. ولو سي ام بانك كسب فانا بالعكس انا اكون مبسوط جدا يعني ان سي ام بانك كسب. سي ام بانك يستحق بطوله لقب عالم، هو بيتبني اصلا من ساعه ما جه، بيتبني عشان يرجع يبقى بطل عالم اصلا يعني، فهو يستحق جدا بصراحه. اما الليله التانيه فعندنا بناء كويس جدا ومباراه جامده جدا. فعندنا ايجي ستايلز ودومينيك ميستيريو وكودي رودز وجون سينا وشيكو فاتو وسولو سكوا، وبس الباقي سيدات. ده خلينا نبدا مباراه دومينيك ميستيريو وايجي ستايلز. المباراه دي هتكون اداء كويس جدا، الاثنين هاي فلاير والاثنين هيقدموا حركات عاليه وسيلينج جامد جدا، الاثنين احسن من يعني من اللي بيأدوا اداء في الدبليو دبليو اي. دومينيك ميستيريو طبعا من الاحسن اللي بيأدوا سيلينج في العالم كله، ما بيعملش غير السيلينج الجامد بيموت في الحلبه. وايجي ستايلز هيحط عليه في المباراه دي طبعا، ولازم ايجي ستايلز هو اللي يكسب المباراه دي. اللقب اصلا اتدفن مع دومينيك ميستيريو دفناه ما يعلم بقى الا ربنا، المفروض ما يمسكش لقب. وايجي ستايلز هيكون جامد جدا، هو يستحق اصلا لقب عالم مش لقب قارات او ولايات او اي حاجه، هو المفروض يستحق لقب عالم، بس هنمشي له ده وخلاص عشان ممكن يعمل عداوه مع سينا الفتره الجايه. فانا بالنسبه لي اللي هيكسب المباراه دي هو ايجي ستايلز ده، وده ختم بالتوثيق كمان. ومباراة سولو سكوا وشيكو فاتو، المباراة دي هيكون فيها يعني سيناريو كويس بعد ما سولو سكوا كسب المباراة المرة اللي فاتت بتدخل من حد معاه. المفروض ان شيكو فاتو برضه يكسب المباراة دي، لو هيكسبها يعني يكسبها بتدخل حد معاه يتدخل معاه وكده، يعني لازم حد جديد من العيلة. هو حد جديد من العيلة فده عادي يعني، انت عندك كتير قوي يعني، انت عيلة عندك ما بتخلص، فبراحتك يا باشا هات اللي انت عايزه وهتلاقيه موجود عادي. فبالنسبة لي يعني المفروض اللي يخسر في المباراة دي، انا لو بايدي ممكن اكسب سولو سكوا عادي، لان سولو سكوا يعني لسه واخد اللقب يعني ما لحقش، بس ممكن جوكو فاتو هو اللي يكسب ويرجع اللقب تاني بتدخل من حد. اما غير كده فده هيبقى يعني ايه يا باشا، ده معاه كتير يعني في ايه. فالمفروض ان جوكو فاتو يكسب بتدخل حد، ده اللي انا عاوزه واللي المفروض يحصل. تمام تمام. بعدها بقى مباراة جون سينا وكودي رودز، المباراة اللي مبني لها من ريسل مانيا، إعادة المباراة بتاعت ريسل مانيا أساسا، مباراة ستريت فايت بدون قوانين، مباراة عالمية، مباراة عليها كمية سيناريوهات كبيرة يعني وكتير يعني عجيبة. المفروض إن الروك اتدخل في المباراة دي لأنه ما دخلش في ولا مباراة لحد دلوقتي، وده اللي المفروض يحصل يعني. لكن الروك انا حاسس ان هو غبي، وفي اخبار بتقول ان هو مش هيتدخل، فربنا يستر يعني. المفروض ان الروك يتدخل في المباراه دي لانه كده ضيع السيناريو بتاع القصه كلها، لان هو دخل في القصه وهو اساس القصه اصلا، فلو ما دخلش في سمر سلام فنسوه بعد كده خلاص. هو متوقع له عوده كبيره في سمر سلام، لكن في بعض الاخبار بتقول ان هو مش هيظهر في سمر السلام ولا في اي زفت يعني. وقولا واحدا اللي هيكسب في المباراه دي هو كودي رودز، يعني هو كودي رودز هيكسب في المباراه دي خلاص، يعني هيرجع اللقب. شكل سينا هتنتهي لمكانها على هنا، بس اتمنى ان جون سينا هو اللي يكسب طبعا، يعني ده حاجه طبعا يعني بطل طفولته يكسب اللقب ويعتزل بيه كمان يعني كمان. لكن اتوقع ان كودي رودز لما هيكسب ويتحول للشخصيه الهيل، وجون سينا هيرجع للشخصيه الفيس مره تانية لما الروك يخش وكده ويبيع روحه للروك. كودي رودز يبيع روحه يعني للروك، وجون سينا يتكسر الكسره اللي هي بعد خيانه الروك يعني وكده، لان الروك كان عاوز اصلا روح كودي رودز من الاول، لكن كودي رودز هو اللي رفض. فكودي رودز يوافق بقى بعد اللي شفناه منه من الفقرات اللي فاتت يعني ما بينه وما بين جون سينا وكده، فيتحول لشخصيه الهيل، وجون سينا يرجع مره تانية للشخصيه الفيس. وبعد كده جون سينا يروح يلعب مع ايش ستايلز على لقب القارات اللي هو ناقصه عشان يبقى جراند سلام. فيعني هي الخطه هنا مرسومه هتبقى كويسه جدا، وهتبقى العداوه مع ايش ستايلز من ناحيه البناء ومن ناحيه القصه اصلا في المباراه هتبقى جامده جدا يعني، والفكره نفسها كويسه جدا وهتناسب سينا، يعني حاجه جامده يعني بصراحه. اتمنى بس ان الروك لازم يظهر في المباراه دي، يظهر بس يعمل اي حاجه والله العظيم المفروض يعني ايه يبقى عندهم دم شويه يعني، لان كده مش هينفع. فبس يعني اللي انا اتوقعه ان كودي رودز هو اللي هيكسب المباراه دي بعد تحوله للشخصيه الهيل وخيانه الروك جون سينا، وتحول جون سينا للشخصيه الفيس عشان يلاعب ايش ستايلز بعد. اما بقى يحصل غير كده وكودي رودز بطريقه يكسب بطريقه غير
يعني معروفه او غير مناسبه، يعني هنتضايق كلنا وهنشتم كلنا وهنشكر كلنا. فيا ريت يعني يا بخه ترسم العقل عندنا الايام دي، لان احنا ماشيين بعقل على قدنا، فبالراحه علينا وعلى افكارك الجامده العظيمه. انا عارف ان انت عندك افكار عظيمه، بس يعني بالراحه بالراحه علينا بالله عليك، احنا مش قدك والله، احنا مش قد. فاتمنى ان الدنيا تمشي كويسه كده، والعرض هيكون على نتفليكس وعلى واتش ريسلينج. ونتفليكس طبعا بفلوس، واتش ريسلينج ببلاش، بس واتش ريسلينج هيكون عليه ضغط يعني كده من الناس كتير اللي هتكون عليه. يعني اتمنى ان احنا نشوف عرض كويس، العرض مبني له بناء كويس الى حد ما لحد دلوقتي، وفي مباريات جامده جدا بصراحه. اتمنى ان احنا نشوف حاجه محترمه من المباراه دي، ما نشوفش حاجه عته كده يعني زي اللي حصل في ريسل المانيا دي اللي فاتت دي يعني. فربنا يستر، وانا اتمنى ان احنا نشوف حاجه كويسه. وانزل انت كمان قول لي حاجه توقعاتك يعني للمباراه اللي هتحصل وكده. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك، وتنزل تقول لي تحت في التعليقات توقعاتك للفيديو. وبس كده، زي ما بقول في العاده، احلى سلام.